لما كنت في الصورة دي كنت فاكرة ان الناس كلها سبب سعادتي، وكنت فعلا سعيدة. بس بعدين اما كبرت اكتشفت ان انا سبب سعادتي، وان السعادة كلها كانت موجودة جوايا انا. وقلتلك على سر في الفيديو، فاتفرجوا بقى على الفيديو عشان تقولولي مريتوا بحاجة زي كده ولا لا، مستنية رأيكم. عايزة اقولكوا على سر. وانا عندي 16 سنة كان في شخص انا معجبة بيه جدا، وكنت بحبه جدا وقتها. يعني انا كنت مقتنعة ان ده حب. احنا مكناش مرتبطين اصلا. ده اللي يضحك في الموضوع، احنا مكناش مرتبطين اصلا، بس انا كنت معجبة بيه جدا. المهم يعني أنا مش جاية احكي لكم عن المغامرات العاطفية، بس عايزة اقول لكم ان انا في الوقت ده كنت مبسوطة قوي قوي. يعني اولى ثانوي دي وتانية ثانوي شوية بجد يعتبر من اسعد فترات حياتي، لان كان فيهم كده كل حاجة فريش ونيو، وانا كنت مبسوطة وكان عندي صحاب، وكنت رايحة كده يعني داخلة الحياة فاتحة دراعاتي كده على الحياة ومفيش اي مخاوف. كنت يعني مش عايزة اقول كده، بس كنت آه، صغيرة قوي. يعني كان عندي، كنت صغيرة فعلا. المهم ان انا في الفترة دي كنت مبسوطة، وانا يعني جه في بالي هوريكم الصور دلوقتي. انا كنت مبسوطة في الوقت ده قوي. ليه؟ انا بصراحة لوقت طويل قوي، يمكن بس لفترة صغيرة، كنت مقتنعة ان انا كنت مبسوطة في الفترة دي عشان انا كنت معجبة بالشخص ده. يعني كنت مقتنعة ان الشخص ده، مش عارفة انا بزعق بس عشان صوتي يوصل، هو اللي عطاني السعادة. عطاني ايه؟ احنا ما كناش مرتبطين حتى، يعني هو ما كانش عارف اصلا ان يكون عارف، بس يعني كان اللي هو من بعيد. لما مرينا ما اتكلمنا حتى مكنتش عارف صوته عامل ازاي. فاللي هو جه في بالي دلوقتي ان انا اللي كنت سبب سعادتي في الفترة دي، انا اللي عملت منه حاجة كبيرة قوي، وعملت اصلا حياتي يعتبر بتلف حواليا. اشوف بيخرج امتى، بيروح فين، منين، اتكلم عليه انا واصحابي بقى وحاجات المراهقين دي. بس انا ادركت دلوقتي ان انا بجد السعادة، يعني انا اللي بصنع سعادتي بنفسي، مش هو اللي، مش الشخص اللي بيصنع السعادة او مش حاجة. لان اللي بيعدي باكتئاب، الاكتئاب اوحش حاجة فيه ان هو بخليك متخدر. يعني ان انت تحس بمشاعر الحزن دي حاجة حلوة قوي، لان المكتئب مش حزين، المكتئب متخدر، المكتئب عنده مشاعر بس متخدرة. فان انا دلوقتي بقيت بحس بمشاعر حزن وفرح، وبالذات الحزن ان انا حزينة مش مكتئبة. يعني انا دلوقتي مش حزينة، بس انا بحس بمشاعر حزن دلوقتي كويس ما شاء الله. بقيت بعرف احس. ومشاعر فرح انا مكنتش بحس بيها من سنين، دلوقتي بقيت بحس بيها وبحاجات بسيطة. يعني مش لازم بقى اخرج اعمل حاجة او كده، لا، انا ببقى سعيدة لما انا اقرر ان انا ابقى سعيدة، لما انا اقوم كده وانا بصراحة زي ما بقولكوا انا في الوقت ده كنت عاطية كل انتباهي وتركيزي وحياتي للشخص ده ولصحابي ودراستي دي في الباي باي. فكنت كل حاجة، يعني كل حاجة لبره، مفيش حاجة ليا، مفيش حاجة لبسملة. فانا كنت فاكرة طبعا ان ده هما دول اللي مخليني سعيدة. انا في الوقت ده كنت سعيدة عشان ده. اكتشفت ان لا، انا كنت سعيدة عشان انا كنت بخلق سعادة من لا شيء، من الوهم. فلما فقدت الناس دي، يعني خلاص بقى عرفت ان الشخص ده مش معجب بيا ولا انا معجبة بيه ولا ده حب، وكل ده يعني طلع حاجة في دماغي بس. وبرضو لما بعدت انا وصحابي انا اكتئبت بجد. دخلت بقى في نقطة الاكتئاب بجد، يعني مش زعلانة، لا، أنا اكتئاب صريح. آم، انا جه في دماغي دلوقتي انا ليه اكتئبت الفترة دي، عشان انا كنت فاكرة ان هما بجد مصدر سعادتي. انا يعني كانوا هما كل حياتي، فلما هما اتشالوا كده فجأة من حياتي
حياتي فضت ملقتش معنى تاني او حاجة تانية اسعى عنها في الحياة. دخلت كلية انا مش بحبها، معرفتش اكون فيها صحاب بجد. انا ما حسيتش قد ايه الكلية كانت مؤثرة عليا غير لما اتخرجت. مع ان الكلية بتاعتي مهيش مشاريع بقى واصحى من بدري لا يعني عادي، اللي هو بنروح يومين في الاسبوع واللي بنذاكر قبل الامتحانات، يعني ملهاش ضغط قوي. بس انا كنت في ضغط في ضغط الكلية من غير ضغط، يعني انا حطيت ضغط على نفسي عشان انا مش بحبها. انا قاعدة 4 سنين في حاجة انا مش بحبها، زي كوني متجوزة شخص مش بتحبيه واللي ما تصدقي بقى تخلصي منه. مع ان انا زعلت بجد لما اتخرجت، بس ما زعلتش عشان سبتها، زعلت عشان انا سايبه حاجه انا متعوده عليها. الكليه دي انا كنت عارفه الروتين في الامتحانات، عنده كورس عنده كليه عنده الصحاب دول، فعارفه 1 2 3. انما لما تسيب كده الحياه بجد متبقاش عارف تعمل ايه. بس بجد احسن حاجه ان انا بدات دلوقتي افتكر الحاجات اللي انا كنت عايزه اعملها في فتره الكليه ومش بعملها، يعني ان انا اعمل يوتيوب، ان انا اقرا، ان انا كنت بصراحه لسه فايقه من بعد التخرج، ان انا اجيب ورد اجيب زرع. بدات اعمل حاجات اللي انا فعلا كنت عايزه اعملها. بس يمكن فعلا من الضغط اللي انا مكنتش واخده بالي ان انا مضغوطه للدرجه دي. ما كانش ليا. لو انتم مكتئبين عشان انتم سبتوا حاجه، شغل، دراسه، شخص بتحبوه، صحاب، اي حاجه، وانتوا كنتوا مبسوطين مع الفتره دي، بجد والله العظيم احنا اللي بنخلي نفسنا مبسوطين او لا. الشخص التاني ممكن يكون عامل مساعد، بس ممكن بجد يتشقلب وانت متبقاش مبسوط. واللي مكتئب عارف ان انا مثلا ابقى مكتئبه واقول انا عايزه كذا، لو جالي كذا ده انا هبقى مبسوطه جدا، وتجيلك اقسم بالله ولا تبالي بيه. يعني مثلا لو انا مبسوطه هجيب موبايل جديد، موبايل جديد وأقوم رايحه رامياه، لان انا مش مبسوطه اصلا، يعني انا مش مبسوطه، فهتيجي حاجه من بره مش هتبسطني يعني. مش عارفه عماله اعيد وازيد في الكلام. بس حاجه برضو جت في بالي دلوقتي، ان احنا ليه بنكتئب لما بنسيب الحاجات دي؟ عشان احنا كنا عاطيين كل حاجه للشخص او للحاجه دي، فلما مشى ما عندناش حاجه، ما عندناش طاقه، ما عندناش قوه نواجه بقى الحياه. ما احنا خدنا كده ذاتنا دي او سعادتنا وعطيناها على طبق من دهب للشخص ده، والشخص ده خدها او مخدهاش او استغلكوا او لا، انت خدت ذاتك ورهنتها لشخص تاني. اتفضل ده حياتي. وانت بقى بتحس ان انت فضيت، انت اديت كتير قوي، فاللي هو مشى قاعد كده على الكنبة مفرهد مش عارف تعمل ايه. انتوا وقت لنفسكوا ان انتوا تريستارت، يعني تعيدوا شحن نفسكوا، اهدوا، اخرجوا لوحدكوا حتى لو يوم في الاسبوع. وعايزه اقول حاجه اخيره، هي كليشيه موت، بس انا اول مره في حياتي افهم معنى believe in yourself بجد. ليه؟ لو احنا ليه اول مره افهمها؟ عشان ما كنتش فاهمها بصراحه، ما كنتش مقتنعه، او مش مقتنعه، يعني انا فاهماها. بس ايه believe in yourself؟ يعني لو انا يعني لو انا صدقت في نفسي ايه اللي هيحصل؟ لو انا صدقت في نفسي ايه اللي هيحصل بقى؟ انا اللي هجيب السعاده لنفسي، انا اللي هبقى قاعده في البيت مبسوطه مع اني مبعملش حاجه، مع اني معيش حد، مع اني معفيش سبب من السعاده اللي انا كنت متعوده عليه، مع ان مثلا الظروف الماديه مش حلوه، مع اني ما عنديش صحاب ومش عارفه هعمل ايه في حياتي الفتره الجايه، بس انا مبسوطه. بس مبسوطه ان انا موجوده في الحياه دي بجد. يعني ربنا خلقنا بطريقه تحفه. انا لما امسك ايدي كده واقعد ابص في عروق ايديا وكده، اقول بجد سبحان الله، ازاي اللي الدم ماشي في عروقي كده وانا عايشه وكل اجهزتي شغاله وانا مش حاسه باي حاجه. يعني انا مش حاسه مثلا المعده بتشتغل ازاي، ولا شايفه مثلا الدم هو ماشي في العروق
وكله شغال بتسخير من ربنا، لا بنصحى مثلا نحط الفيشة عشان نشتغل ولا اي حاجة. فاحنا بجد والله العظيم معجزة، والله بجد احنا معجزة ربنا، ولا زي الزرع حد بيسقينا. احنا بنعتمد على نفسنا خلاص. عندنا فترة اللي هي الطفولة، ان مستني حد ياكلنا يشربنا ينضف لنا، خلاص بقينا معتمدين على نفسنا واقوياء، لان ربنا خلقنا كده. يعني هو خلقنا من روح، فخلقنا من حاجة جميلة قوي. بصراحة الكلام ده كان نفسي اوي حد يقولهولي، بس ممكن برضه لو كان حد قالهولي ما كنتش هصدق. يعني لازم حاجات كده في الحياة نعدي بيها عشان نعرف ان، عشان اجي اقولكوا الكلام ده، عشان بجد مش بينور ده، علشان افهم انا. يعني لو حد جه قالي هينور في طريق حاجات، بس اعتقد كان انا لازم اعدي بالتجربة، وكان لازم افهم ان انا اللي بعمل حياتي، وانا اللي بصنع حياتي، وانا اللي بصنع سعادتي، وانا اللي بصنع مستقبلي. محدش هيجي يقولي يشدني من ايدي ويقول لي قومي يا بنتي اتحركي، شوفي مستقبلك، شوفي وراكي ايه. ولو عمل كده يوم مش هيعمل كده التاني، واصلا محدش ملزم ان يعمل كده. يعني من فضيلك هيسيب حياته ويكرس حياته ويجي يشدنا من على السرير عشان نقوم. ولو انتوا حاسين باكتئاب هعمل فيديو عن الاكتئاب، بس ما تسيبوش نفسكوا ليه. مش ان انتوا بقى هقولكوا قوموا واتحركوا واشتغلوا، ممكن تقوموا تعملوا كده وتبقوا مكتئبين، عشان انا جربت ده برضو. بس حسوا بروحكم كده، بان ربنا خلقكم من روحه، خلقنا من روحه، فروحه دي بتسري فينا. فانتوا بس تحسوا بكده، وحسوا باطراف ايديكم، وحسوا برجليكم، وحسوا بوشكم، هتحسوا الحياة دبت في روحكم. فبس قولوا لي بقى الفيديو عجبكم ولا لا، ولو انتوا مريتوا بتجربة زي كده بجد قولوا لي، هبقى عايزة اعرف ان انا مش لوحدي اللي مريت كده. باي.